فاجعة كبيرة هي اللي وقعت في حي العكاري في الرباط. عمارة سكنية طاحت على الناس اللي ساكنين فيها فجأة. في هذا الشرح غادي نرجعوا لتفاصيل هذه الكارثة من اللحظة ديال الانهيار للبحث على الناجين، وغادي نشوفوا مجموعين شنو هي الأسباب اللي خلات هاد الدار تطيح وكيفاش هاد الشيء كيكشف لنا على واحد المشكل كبير عندنا في البلاد. بهاد الكلمات وصف واحد من الناس اللي كانوا حاضرين اللحظة اللي سمع فيها الدار كتطيح. تخيلوا معايا صوت قوي ومفاجئ بحال شي زلزال ضرب وسط هاد الجملة بوحدها كتلخص لنا الصدمة والخوف اللي عاشوه سكان العكاري في ذاك الصباح. تفاصيل الحادث كيف ما كنشوفوا دابا ندخلوا في التفاصيل ونعرفوا شنو وقع بالضبط. نهار 5 هذه هي القصة ديال اللحظة اللي تبدلت فيها حياة ديال عائلات للأبد. واحد الصباح اللي كان عادي ولكن تحول لكارثة حقيقية. ما كانت حتى كيف شي ما علامة كنشوفوا هنا حتى شي كل شيء بدا نهار فرمشت عين الدار ولات كومة ديال الركام. عمارة مباشرة من بعد ما طاحت الدار وسط ديك الروينة والغبرة بدات واحد المعركة أخرى، معركة حقيقية ضد عقارب الساعة باش يقدروا ينقذوا أي واحد باقي حي تحت الحجر والتراب. كومة ديال الركام. ومباشرة من بعد ما طاحت الدار وسط ديك الروينة والغبرة بدأت واحد المعركة أخرى، معركة حقيقية ضد عقارب الساعة باش يقدروا ينقذوا أي واحد باقي حي تحت الحجر والتراب. والحاجة اللي خاص الواحد يوقف عندها هي أن أول ناس تحركوا وتدخلوا كانوا هما الجيران والدراري ديال الحومة، هما اللي بداو كيقلبوا بيديهم قبل ما يوصلوا رجال الوقاية المدنية والسلطات اللي جاو من بعد باش يكملوا المجهودات. عملية البحث دازت على مراحل. فالبداية كيف ما قلنا كان كل شيء كيخدم بيديه، كيهزوا في الحجر باش يجبدوا الناس. من بعد ملي وصلوا الفرق المختصة تم استعمال الكلاب المدربة اللي كتعاون بزاف باش تحدد بلاصة الناس اللي تحت الركام، وفي الأخير عاد تدخلت المعدات الثقيلة بحال التراكسات باش تحيد دوك الكتل الكبيرة ديال التراب والحجر. وهاد الشهادة كتأكد لينا داكشي اللي قلنا، كتورينا ديك الروح ديال التضامن اللي بانت في ديك اللحظات الصعيبة. الناس ما بقاوش كيتفرجوا، دخلوا القلب الخطر وبقاو كيهزوا في الحجر باش يعتقوا جيرانهم. يعني بصح ولاد الحومة داروا مجهود جبار، خدموا جنب لي جنب مع رجال الوقاية المدنية. دابا غادي نوصلوا للجانب اللي كيضر في الخطر في هاد القصة كلها، الحصيلة البشرية. في السويع الأولى اللي تبعت الفاجعة كانت المعلومات مخلطة بزاف، وكان صعيب الواحد يعرف الحقيقة من الإشاعة. شوفوا معايا هاد الجدول، راه كيلخص ديك البلبلة اللي كانت. في البداية كان مستحيل تعرف الحصيلة شحال، كل مصدر كان كيعطي رقم، وهذا الشيء كيعكس حالة الفوضى والصدمة اللي كانت تما. شهود كيقولوا جبدناهم كلهم حيين، وآخرين كيأكدوا على أنهم لقاو واحد ميت ولا 3. وهذا التضارب في الخبر زاد من القلق ديال العائلات اللي كانت كتسنى أي خبر على الناس ديالها. ولكن مع مرور الوقت بدات الصورة كتوضح شوية بشوية. الأرقام اللي تأكدت كتهدر على أنهم قدروا ينقذوا 3 ديال الناس على الأقل، من بينهم سيدة و2 دراري صغار، ولكن للأسف توفاو 2 ديال الناس على الأقل. واحد من ضحايا كان شاب سميتو يونس، كان ولد الحومة، معروف ومحبوب عند كل شيء، وهذا الشيء اللي خلى الفاجعة تكون شخصية ومؤلمة أكثر بالنسبة للجيران كاملين. من بعد الصدمة والحزن ومن وسط داك الركام بدأ يطلع واحد صوت آخر، صوت الغضب ديال السكان اللي كانوا بيقلبوا على جواب لواحد السؤال مهم ومصيري. هذا السؤال هو اللي كان على لسان كل شيء في العكاري وفي المغرب كامل. علاش طاحت هاد الدار؟ واش كان مجرد حادث قضاء وقدر ولا كان ممكن نتفاداوه؟ بالنسبة للناس ديال الحي الجواب كان واضح وصريح. بالنسبة لهم هادي ماشي حادثة عادية، هادي كارثة وقعت والسبب ديالها هو الإهمال. هاد الجملة كتلخص الإحساس العام عند الناس اللي حسوا بأن المسؤولين ما داروش خدمتهم باش يحميوهم. وهنا فين القضية بدأت كتعقد. عندنا 2 روايات متناقضة. من جهة السكان كيأكدوا أن الدار كانت معروفة أنها مهددة بالانهيار وشكوا منها شحال من مرة، ولكن حتى واحد ما تسوق ليهم. ومن جهة أخرى كاينة رواية كتقول أن السلطات راه علموا الناس بالخطر وطلبوا منهم يخويوا دار، ولكن هما اللي ما بغاوش. يعني كل واحد وشنو كيقول، والبحث هو اللي غادي يبين لنا الحقيقة فين كاينة. والمشكل هو أن هذه القصة ديال العكاري للأسف الشديد ماشي حالة معزولة، هي غير حلقة جديدة ومؤلمة في واحد المسلسل طويل ومستمر ديال أزمة ديور اللي مهدد تريب في المغرب. هذه الظاهرة راه ولات ظاهرة وطنية،
ماشي غير في العكاري. شفناها قبل في مدن أخرى بحال فاس وآسفي، واليوم كنشوفوها كتضرب في قلب العاصمة الرباط. هادشي كيعني أن الخطر كاين في بزاف ديال الأحياء القديمة في المملكة كلها، بنايات اللي تقدمات مع الوقت والمراقبة التقنية ضعيفة، وأحيانا الظروف الاجتماعية الصعبة كتخلي الناس يبقاو ساكنين في ديور عارفينها ماشي آمنة. إذن كنختموا بهذا السؤال اللي كيلخص كل شيء: شحال من روح أخرى خاصها تمشي؟ شحال من دار أخرى خاصها تريب؟ وشحال من كارثة أخرى بحال ديال العكاري خاصنا نتسناوها توقع عاد نشوفوا شي تحرك جدي وشي محاسبة حقيقية للمسؤولين على هذا الوضع؟ السؤال كيبقى مطروح وكيتسنى جواب.